الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون ويعلم الجميع أن بلدنا المغرب سيستضيف كأس أفريقيا سنة 2025. في هذا الفيديو سنلقي الضوء عن الملاعب المستضيفة لهذه البطولة الفريدة من نوعها من حيث عدد الملاعب، بحيث ستكون أول بطولة في تاريخ كأس أفريقيا منظمة ب9 ملاعب، 9 مقسمة على 6 مدن. للرباط حصة الأسد ب4 ملاعب، وملعب واحد لكل من طنجة، الدار البيضاء، فاس، مراكش وأكيد. الملعب الأول ومجمع الأمير مولاي عبد الله برباط، سعته 70,000 مقعد. سيحتضن مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع النهائي، ومباراة عن نصف النهائي. وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، سعته 67,000 مقعد. سيستضيف 3 مباريات عن المجموعة الأولى المكونة من المغرب، مالي، زامبيا وزوج القمر، و3 مباريات عن المجموعة الخامسة المكونة من الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث ملعب مراكش الكبير، سعته 45,000 مقعد. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثانية المكونة من مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا وزيمبابوي، و3 مباريات عن المجموعة السادسة المكونة من الكاميرون، كوت ديفوار، الغابون والموزمبيق، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع الرابع ملعب ابن بطوطة بطنجة، سعته 80,000 مقعد. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الرابعة المكونة من السنغال، كونغو الديمقراطية، بوتسوانا والبنين، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع النهائي، ومباراة عن نصف النهائي ملعب أدرار بأكادير، سعته 45,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثانية، و3 مباريات عن المجموعة السادسة، ومباراة واحدة في ثمن النهائي، ومباراة واحدة في ربع النهائي ملعب فاس، سعته 35,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثالثة المكونة من نيجيريا، تونس، أوغندا وتنزانيا، ومباراة واحدة عن ثمن النهائي ملعب بني الحسن بالرباط، سعته 22,000 مقعد. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الخامسة وملعب البريد بالرباط، سعته 18,000 متفرج. سيحتضن مباراة واحدة عن المجموعة الثالثة، ومباراتان عن المجموعة الرابعة. الملعب التاسع وملعب الأولمبي بالرباط، سعته 21,000 متفرج. سيحتضن مباراتان عن المجموعة الثالثة، ومباراة واحدة عن المجموعة الرابعة. قد تطرقت للملاعب المستضيفة لكأس أفريقيا المغرب سنة 2025. إلى اللقاء في فيديو